جديده، في تواصل مع الاداره الامريكيه، في حجم من الثقه المتبادل بيننا احنا الاثنين. راينا محل تقدير وقبول لديهم. ثم ان العلاقه الاستراتيجيه على مدى ال 40 سنه اللي فاتت تعرضت لاختبارات كثيره، واكدت او اثبتت التجارب ان هي علاقه صامده وقويه وقادره، والتجارب اكدت كده. ثم اكدت التجارب ايضا حاجه الولايات المتحده الامريكيه لاستمرار وثبات علاقتها الاستراتيجيه بمصر. علشان لو كنا عايزين نسترد سينا ممكن بتنازلات، بنقبل شروط امريكا وشروط اسرائيل. هل سنبقى الدولة المستقلة اللي حافظت على استقلالها وعلى سيادتها ولم تدخل ضمن مناطق النفوذ، ولا هنتخلى عن هذا ونقبل ان احنا نقعد مع اسرائيل لنتفاوض في الوصول الى حل؟ اسرائيل بتقول كده، امريكا بتقول كده. نص بيان 30 مارس على الاستفتاء. هل مستعدين نقف ونناضل من اجل المعركة؟ هذا الكلام قلته في 23 نوفمبر سنة 67، بقوله النهاردة في 23 يوليو سنة 70. إننا نعمل في السياسة ويجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية، ويجب أن نعمل على تطبيقها. هذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة.